عن ابو تركيا بسألك انت الان حديثك على عن ابو تركيا بسألك انت الان حديثك على اللاعبين الشباب، وخلينا نكون واضحين اكثر. تكلم على حسان ومتعب، يمكن الحديث عنهم في هالفترة هذه من أندية مختلفة للحصول على خدماتهم. استفزك اليوم حديث حسان تنبكتي بعد المباراة؟ هو اللي خلاك تقول هالكلام؟ هي اكيد يستفزني، واكيد يستفزني الطرح الدائم، واكيد يستفزني بعض الاتصالات وبعض الاخبار اللي تصلني ومحاولات التاثير على اللاعب بشكل مباشر. حسان لاعب ليس سعودي فقط، انا اعتبره لاعب عالمي وامكانيات عالميه. ما اعتقد انه في اي عاقل ممكن يفرط بحسان. رئيس النادي بشكل مباشر ايضا ابلغني بهذا الشيء. يعني ايضا التفاوض مع اللاعب مباشره هذا شيء يعاقب عليه بشكل كبير، واتمنى ترجعوا للوائح الفيفا. فارجوكم رجاء، يعني احنا على قد حالنا، لكن عندنا كرامتنا وعندنا اسرارنا وعندنا ان شاء الله عمل نامل ان نوفق فيه. متاكدين انه في انديه تفاوضت مع اللاعب بدون علمكم؟ اخوي ابو نواف، يعني لو ماني متاكد ما راح اقول، لكن لا تسالني كيف عرفت ولا كيف هذا، يعني هذا امور الى حد كبير داخليه، او على الاقل اقول اذا في انديه تفكر او ترسل او هذا، لا ارجوكم ركزوا على ناديكم. لا يوجد اي نيه لدى اداره الشباب في بيع اي نجم ايا كان، سواء حسام متعب او اي لاعب اخر. ارجوكم خلونا نشتغل، خلونا نعمل، نكمل مسيره الرياضه اللي الدوله رعاها الله، يعني دعمت الرياضه بشكل غير مسبوق. سمو الامير عبد العزيز بن تركي وما يقدمه للرياضه شيء كبير وكبير جدا. خلونا احنا حسب الامكانيات المتاحه لنا نعمل بعيدا عن التاثيرات الخارجيه. ما اعتقد انه اي نادي من الانديه اللي تملك امكانيات غير قادر على جلب لاعب على مستوى كبير، لكن احنا نحاول نحافظ على لعيبتنا ونركز ونختار حسب امكانياتنا اللعيبه المناسبين لاكمال المنظومه. هذه رساله تحذير منك يا ابو تركي على موضوع اللاعبين الشباب. وانا اقول لك اداره نادي الشباب ستتابع وستتجه للجهات النظاميه في ملاحقه اي شيء يعتبر تحريضي لاي لاعب شبابي خارج الاطر النظاميه، واعتقد ان هذا ابسط حقوقنا اللي يجب ان نحافظ عليه، وقد شرعنا في هذا الشيء ان شاء الله تعالى. طيب الان في انديه تفاوضت معكم، تكلمت معكم بشكل مباشر على موضوع اللاعب حسان تنبكتي؟ رفضنا. رفضتوا؟ رفضنا رفض نهائي. نعم. يعني انت ترى ان هذه المحاولات لا زالت مستمره بعيدا عنكم انتم الان؟ محاولات التاثير على اللاعب، لكن حسان قلت لك لاعب كبير لن نفرط فيه. جلستوا مع اللاعب يا ابو تركي؟ والله يمكن صار حديث بيني وبينه، لكن انا قلت لك النيه غير موجوده بتاتا، سواء تم التاثير على اللاعب او لم يتم التاثير، لعب اللاعب ما لعب اللاعب، لن يكون هناك اي تفريط نهائي في حسان تنبكتي او غيره من اللاعبين. ترى حسان مو النجم الوحيد في نادي الشباب نعتبره. اللاعب انت تشوف انه في هالمرحله هذه تاثر؟ اكيد. اكيد، وهذا شيء طبيعي. انا ولا انت لو تجيني اغراءات كبيره واتصالات دائمه، واكيد انه يعني بتاثر. وانا يمكن ما الوم اللاعب بشكل كامل، لكن اقول له مستقبلك هنا، انت موقع عقد 4 سنوات قادمه، ثق انه البيت الشبابي زي ما طلعك نجم كبير ايضا سيحافظ عليك نجم كبير، واذا كان في انتقال او غيره فهو يكون في الوقت المناسب، ولا يمكن ان يكون باي حال من الاحوال في هذه المرحله او هذه الفتره اللي يحتاج فيها الفريق الشبابي كل نجم وكل لاعب من لاعبيه. تكررت هذه الحاله مع الشباب يمكن خلال 3 سنوات 4 سنوات الاخيره بشكل مستمر. دائما انتم عندكم مشاكل مع اللاعبين اللي يكونوا موجودين معاكم ينتقلون الى انديه اخرى. شفنا شراحيلي قبل كذا، شراحيلي كان عقده منتهي يا ابو نواف، يعني له الحق. ما اختلفنا، ولكن الامور ما كانت خلينا نقول بالنسبه لكم عاديه نوعا ما، يعني كان فيه نوعا ما عتب، في شكوى من اداره نادي الشباب على الاتحاد. صحيح. وهذا حقنا اعتقد يا ابو نواف اذا حسينا انه في شيء خارج النظام. لكن هنا تقع المسؤوليه على الجهات المسيره لكره القدم، سواء اتحاد القدم. طيب سؤالي ابو تركي، الى متى تقدر يعني تصمد امام هالفرق هذه الغنيه اللي عندها امكانيات كبيره؟ الى متى؟
اصمد واترك النادي يا ابو نواف. ايه اصمد واترك النادي، اذا ابرز نجوم الفريق بفرط فيهم يعني اعتقد انه من الافضل ان اترك النادي ولا اقعد افرط فيهم وارجع. يعني كفايه الوضع المادي يعني اللي احنا فيه، اوكي الحمد لله في دعم كبير وقوي، ولكن الكل يعرف انه هناك بعض الفروقات ولا نعترض عليها اطلاقا، ولكن على الاقل خلونا بالامكانيات اللي قدمت لنا ومشكوره وزاره الرياضه عليها والرابطه اننا نعمل، نثبت اننا بالعمل قد نتفوق على غيرنا من اصحاب الامكانيات الكبيره. طيب